صباح الخير، اشتاقت لكم. تدرون صار لي قد مسوي فلوج انه صدق الزم الكاميرا واسجل من وقت القمه العالميه للحكومات اللي هو كان قبل اسبوعين او 3. فصدق اني اشتاقت يجي ازم الكاميرا بالغرفه مالتي. انتم مليتوا من السكن، ادري شو اسوي، هذه هي حياتي. المهم مثل ما شفتوا كنت اطبخ. وشنو مخططي لهاليوم؟ مخططي لهاليوم راح اخذكم وياي المكتبه مره ثانيه. شو نسوي؟ قاعدين دا ندرس، يعني ايش متوقعين؟ المهم راح اخذكم للمكتبه وياي، ومسويه تحدي لنفسي بما انه جاييني تسليم عن قريب. الله بقى طير راح. المهم عندي تسليم عن قريب عبارة عن 5000 كلمة بحث، فشوية توتر عندي صاعد. والحلو بالمكتبة مسوين شغلة انه فترة الامتحانات، فترة الضغط، المكتبة تصير لمدة 24 ساعة، يعني من صبح ليل اي وقت تروح لها المكتبة موجودة ومفتوحة، وكل الناس تشتغل، كل الناس تدرس، فصدق تحس اكو جو يساعدك انك تدرس. وبذلك قررت احط نفسي بتحدي، الا وهو هسه تقريبا ساعة 10:30 راح اروح للمكتبة ويلدعش الى ان استقر. اقل ثاني يوم الصبح حيكون تحدي ما اعتبره تحدي سخيف صراحة، لانه بيها انا مقررة اشياء انجزها، وبنفس الوقت تحدي لنفسك انك تلتزم بهالتوقيت، تتسابق مع الزمن حتى تنجز اكبر كمية ممكنة من اللي انت تريد تنجزه. دائما احب اني اختبر قدرات نفسي واشوف مدى تحملي. يلا نبدي. تسمعون صوت العصافير؟ إني أمر بهالمكان كلش أحب صوتهم. أبقى كل شوية أوقف أقعد أسمع، أبغى يقدر يحجون وياي. صباح الخير. أدري متأخرة، أدري هذي يقولوا لي ليش متأخرة. صوتهم صار أقوى هنا. اسمع صوت الشارع، أنا متأكدة طالع صوت الشارع، أنا متأكدة طالع كلش عالي بالكاميرا. بس المهم حبيت أسمعكم صوت العصافير. اوكي وصلنا المكتبة. طبعا هسه لازم شوية احكي بصوت انصح حتى ما انطرت. المخطط كالآتي، هسه ساعة بيش؟ ساعة 11. المفروض ابقى الباكر ساعة 9 الصبح، وبال9 الصبح اخذ اول باص اروح المكان قاعدة دا اتدرب بيه في الجامعة. هسه لازم اقعد ادرس، انا قاعدة بغرفة حتى اخذ راحتي، اسمها غرفة دراسية. نبدي ندرس وكل شوية راح اواصلكم بابديت. طبعا شنو حقيقة هذه اهم شي بالقعدة. هذه اهم شي. وما مسموح لي اشرب هواية كافي من قوانين التحدي هذا، مسموح لي 3 بس خلال اليوم. باكر الصبح اكيد قبل ما اروح التدريب، ولا اروح انا نايمة. لازم نسوي شنو؟ تعالوا اشوفكم شنو لازم نسوي. هذا الموبايل صح؟ زين شايفين الموبايل؟ شايفين؟ اختارينا وضع طيران. أنا ما راح أطير، بس حتى أركز بدراستي. كلش أحب أتريق هالريوق.
كلش مفيدة وتعطينا قوة طاقة وتشبع لمدة طويلة. تعالوا أشرح لكم عن هذا الأسايمنت هذا لازم نقدم به 5000 كلمة بحث. تعلمت شغلة كلش مهمة تساعدني بالأسايمنت، أرتب أفكاري على الورقة قبل ما أبلش أي شيء. أفكاري إنه شلون أريد أسوي هذا البحث، شلون أكتب المقدمة، شنو الأفكار اللي راح أحتاجها بالمقدمة، لب الموضوع نفسه، الخاتمة، الكتب، ممكن مصادر. هذه كلها ملاحظات من شرح الدكتور. على هالأساس أحس نفسي عندي خريطة من وين أبدي ووين أنتهي ووين أروح ووين أجي. وأكيد طبعا هذه مو كل البحث، يكون عندي الشكل العام للموضوع بحيث ما أحس نفسي ضايعة. راح أشوفكم شو الأشياء اللي أنا كاتبتها. هذه مثلا شوفوا شلون ترتيب الأوراق، يعني هذا كاتبة البداية شلون أريد أبدي الموضوع، لب الموضوع شنو الأفكار اللي أريد أطرحها. انتظروا بعد تكملة. هنا ختامية الموضوع والهايلايتر طبعا احنا هواي اوقات نسيء استخدام الهايلايتر، نلون الصفحة كلها، بس انا بستخدمه بالتحديد حتى يدليني انه هذه مصادر، انه ممكن استخدمها ارجع لها حتى تسهل علي من اضيع. ها اكو فلان مصدر، ها اكو فلان قصة. نقطة مهمة حسب وجهة نظري المتواضعة، احب اطبع. قلبي يوجهني اوقات احس دا اضر البيئة، يعني احب كلش افكر بموضوع البيئة، بس بنفس الوقت احاول اطبع الاشياء اللي مضطرة اني اقراها وابحث بيها، لانه اذا ابقيها كلها على اللابتوب راح اضيع وقت. كل شوية الاقي نفسي افتح صفحة ثانية بس اسمع هالاغنية، او بس اشوف شنو كتبوا مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك احس نفسي انشغل هواية. فمن اطبع كل شيء اضطر اني استغني عن اللابتوب واستغني عن موبايلي بشكل تام واركز بس على الورق، ذلك احس نفسي انتج اكثر. راح اخذ شوية بريك. انا صراحة مجلس مقطعة روحي من الدراسة، يعني جيت اخذ هيجي شوية بريك، هنا اتفرج شغلة، اسمع شغلة. حابة هسه اطلع من الغرفة هيجي صدق بريك، يعني بريك حقيقي مثل ما يقولون. ورايحة اجيب القهوة رقم 2. خلص من الملل قعدت بالقهوة، مليت. وهنا ندرس. ضروري كلش الواحد من يقرأ دائما يغير مكانه، بس هسه بعد هالمكتبة مليانة طلعت دفتر، فأنا انتظر شوية الطلاب يروحون بيتهم حتى اقعد بغير مكان برا. شوفي منو روتجة صديقتي بالسكن فدوة وردة مال الله كوش احبها. راح اغير مكاني لانه مليت من المكان كله. أنا أصلا بطبعي ما أقعد بمكان واحد لمدة ساعات، بس يعني المكتبة كلش مليانة. قررت أنتظر إلى أن شوية الطلاب يروحون، يلا أطلع برا أخذ راحتي وأختار المكان اللي يعجبني. بس أنا قاعدة برا راح أخذكم وياي. احاول شوية بعد اقرا، طبعا مبين من وجهي كلش تعبت، وبعدين يمكن راح انام شوي وانا همزين. صديقتي لي جدتي، فحلو انه يكون اكو احد وياك يقرا، وعلى الوعد هذا ثالث واحد مو اكثر.
أخذت غفوة صغيرة بالمكتبة غرفة الدراسة تقريبا ساعة ونص. حبيت من هالفيديو أشارككم بهالتجربة. أنا عن نفسي أيام البكالوريوس، أيام جامعة الشارقة وكلية الصيدلة، كنت أدرس أوقات بهالقساوة لأنه كان عندي هدف أريد أحققه. حبيت أشارككم هالتجربة مو حتى أقول لكم واو أني قضيت هالقد ساعات في المكتبة وأني ماكو مني وأني لا، مو هذا اللي ردت أشوفكم. اللي ردت أشوفكم إياه إنه الإنسان لازم بعض الأوقات يختبر قدرة تحمله، ويختبر إرادته، ويختبر قدرته إنه شلون صدق يقدر يحقق بعض الأهداف وهي بين عيونه، وهو يعرف شنو لازم يحقق خلال هاليوم، خلال هالعدد من الساعات. وبذلك حبيت أشارككم هالتجربة حتى أشوفكم إنه ترى إذا شفتوا أحد حقق هدف مو ضروري معناه حققه بكل سهولة، ومو ضروري معناه إذا أنا قضيت هالقد ساعات في المكتبة إني راح أحقق أهداف هائلة، لا، بس أضعف الإيمان إني قدرت ألتزم جدول وبأهداف أنا قدرت أحددها خلال 24 ساعة. فالشي كلش مهم من تهذب نفسك إنه أنت تحقق أهداف صغيرة خلال 24 ساعة، راح تتعلم شوية شوية شلون تقدر تحقق أهداف أكبر باجتهاد أعظم. ماكو شي يجي بسهولة. بقيت لل4:30 أدرس ويا صديقتي لي، مثل ما شفتوها ليها من الناس اللي كلش تحب تقرأ وخصوصا فترة الليل. لي من خلال صداقتنا بالسكن اكتشفت إنه هي من تحب تدرس بالمكتبة ضروري تكتشف أحد يشبهك ببعض المواصفات حتى واحد يشجع الثاني. جت وياي المكتبة ومثل ما شفتوا كانت هي سهرانة وياي بالليل وبقينا ندرس. شي مهم كلش خلوا بالكم، ماكو شي يجي بسهولة أبدا. أشوفكم على ألف خير حبايب، ويا رب أكون قدرت أفيدكم من هالتجربة. أحبكم.